بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما انتم شايفين النهاردة معانا الوصفة جميلة، وهي الحواوشي الاسكندراني. حاجة كده سهلة وجميلة، وجربوها وهتعجبكم جدا بالعجينة مش بالعيش. احنا معانا كوبايتين مية زي ما انتم شايفين، وكيلو ونص دقيق، ومعلقتين سكر كبيرة، ومعلقة ملح. وانا هنا استخدمت الخميرة بيرة، ممكن تستخدمي الخميرة الفورية زي ما تحبي. هنبدأ كده نسمي الله، ونحط الخميرة والسكر والملح في نص كوباية مية دافية، ونبدأ ندوبهم مع بعض ونقلبهم حلو جدا لحد ما تدوب خالص. السكر والملح كده بدأت تدوب معايا، هنزود بقية الشوب المية ده. طبعا دي كوبايتين مية كبيرة. هما تقريبا الكيلو ونص دي خد الكوبايتين دول وربع. دي كوباية كبيرة طبعا، فياخد كوبايتين من الكبيرة دي وربع، بس الكيلو ونص دي. هنا حطيت تلت كوباية زيت تقريبا، وهبدأ اقلبهم حلو جدا، وهعمل فراغ كده في الدقيق. بسم الله. بص، عملت كده فراغ كده، هحط فيه الخلطة او السوائل دي كده، وابدأ اقلب. هحط باقي المية بتاعتي كمان عليها. بسم الله. هبدأ اهي. بسم الله. دي مية دافية، يعني كانت عشان تسهل عملية التخمير بسرعة. هلم العجينة وارجع لكم. هنا ما شاء الله، بصوا العجينة بعد عجن 10 دقايق كانت شكلها جميل، وكانت بصوا ولا طرية ولا ناشفة، لان هي هتطرى لما تخمر مع التخمير. هتطرى شوية، هغطيها واسيبها تخمر. وهبدأ كده اسمي الله واعمل الخلطة او الحشوة بتاعتي. وهي كانت كيلو الا ربع من اللحمة، عليها كيلو الا ربع بصل، وطبعا الطماطم طماطميتين متقطعين كده، طماطمتين كبيرة، والفلفل بالكمية اللي تحبيها. وعندي كانت بهارات بقى، اللي هي بهارات اللحمة والقرفة والملح والفلفل الأسمر. هبدأ أحط كل ده على بعضه. بسم الله. كله 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 كده، وابدأ ايه، ما شاء الله كده هقلب بايدي. بص طبعا هنا الخلطة ما شاء الله زادت طبعا، يعني عملت كمية ما شاء الله حلوة. انا استسهلت الصراحة ان انا اعملها بايدي مش بالمعلقة. هبدأ كده ايه، اركنها كده، واروح اشوف العجينة بتاعتي. ما شاء الله بص العجينة. هي بقى مشكلتي ان انا هنا نسيت ان انا ادهن البلاستيكة اللي انا عجنت فيها دي، اللي انا شلت فيها زيت، فطبعا العجينة لزقت. بس بصوا جميلة وسهلة ازاي. هبدأ هنا ادهن ايدي، بصوا زيت كده بسيط. وابدأ ايه اكورها. انا هنا عملت كذا شكل بالكورة، ان انت تقدري تعمليها بكذا طريقة، بس طبعا للأسف الكاميرا ما وضحتهاش، في مرة تانية هبقى اوضحها لكم. آه سهلة، ما فيهاش اي مشكلة. هكمل تكوير الكور كده وارجع لكم. هنا بعد ما ارتاحت 10 دقايق، هبدأ بقى ايه اسمي الله كده. بصوا العجينة يا دوب دهنت بس ايدي زيت، وابدأ افرد. خلاص بصوا العجينة مش مستاهلة، انا حبيت بس افردها لكم بايدي بس في الاول، وهفردها لكم برضو بالنشابة عشان تشوفوها. هنا بصوا اتفردت عادي، ما فيش اي مشكلة. بصوا جمالها، يعني حاجة كده جميلة. هبدأ كده ايه، انا هنا هحشيها بطريقة. انا يعني هقفلها لكم بطريقة، يعني هقول لكم كذا طريقة تقفلوا بيها العجينة. هنا عملتها اللي هي زي النص رغيف، شبه النص رغيف، مش الرغيف كامل مدور. تمام. بصوا جمالها. هنا هبدأ اقفل التاني عليها عشان العجينة ما تبقاش تخينة. كان جميل جدا. آه هبدأ افرد بطريقة تانية. هنا هفرد بقى بالنشابة عشان اعرفكم بس ان العجينة سهلة من غير زيت ولا اي حاجة. برضو اتفردت معايا، ما دهنتش اي حاجة. بصوا كانت سهلة وجميلة. ومش مش ناشفة، والعجينة لما بتريح كده بتريحك في الاستخدام. هنا بقى دي هعملها مدورة، او هحط الحشوة في النص كده. بصوا هسمي الله. بصوا الحشوة بتاعتي هحطها كده في النص، وابدأ اقفلها، ما اسيبش اي فراغ، علشان بصي هتبداي تلميها في بعضها كده، وهتبداي بالراحه كده ت...
تطبطبي عليها كده وتبدأي تفرديها بإيدك، هتلم معاكي. هتقلبيها بقى، اللي تحت دي هتخليها فوق واللي فوق هتخليها تحت. بصوا شكلها بقت جميلة ازاي. أبدأ بقى أجيب واحدة تانية كده، خلصتها. هعمل شكل تاني، اللي هم بقى ايه كانوا زمان بيستخدموها، طبقتين فوق بعض. هنا فردتها، هحط الحشوة في النص. انا فردت واحدة صغيرة تانية، كنت عاملة كرة صغيرة تانية. هنا بقى هحطها وهشيل الزيادات لان العجينة دي كانت كبيرة شوية. هشيل الزيادات، مش هينفع اخلي كل العجينة دي. تمام. شلت هنا الزيادات بالسكينة وهبدأ بقى اقفلها بسم الله. دي كانت شكل كمان. هنا ممكن تحط لها سمسم. عموما انا كنت بحب احط على الحواوشي من فوق سمسم، بس للاسف المره دي وانا بعملها ما كانش موجود. بص كده كمان كانت شكل. هنا كمان هوريكي كمان تقفيله تانية. يعني بص العجينه سهله والحشوه سهله. ما يعني ما فيش حد، محدش يستصعب حاجة يعملها في البيت، يعني الحاجة بسيطة. لما نسمي الله كده ونتوكل على الله أحسن من بره بكتير وأوفر. يعني كيلو إلا ربع لحمة عمل لي كمية ما شاء الله حلوة جدا. كلنا وبقي لتاني يوم منها كمان، يعني الولاد تاني يوم أكملوا منها. يعني حاجة كده سهلة تسخن بسهولة، ما فيهاش أي مشكلة. بصوا الجمال. يعني توفير وفي نفس الوقت حاجة نظيفة في البيت. يعني انتي بتقتصدي في الاستخدام، وكمان بتعملي حاجة صحية ونظيفة غير اللي بره. يعني كمان لو كان في عندك دهن او لية خروف كمان، اللي هي ده بيبقى جميل جدا معاها. بس انا طبعا ما كانش عندي، وعندي ولادي مش بيحبوها. بس طبعا انا بحبها مع الكفتات ومع الحواوشي. اللي يجربها مش هيبطلها. بس انا عندي في فئة بتحبها وفئة لأ، فانا استغنيت عنها يعني بصراحة. هنا بقى طبعا عشان هعمله حراق لازم ايه، او حامي شوية، لازم ايه اعمله علامة كده من بره. فبحط حتة فلفل من الاحمر، لان الشطة الحمرا تبقى فرق شوية ان تبان. لان في اطفال ما ينفعش انهم ياكلوا حاجة حراقة او حامية. هنا بصوا كانت طرية وجميلة ازاي. بصوا هنا كذا شكل انا حبيت اصوره لكم، كان ذهبي وجميل. وفي فرن البوتاجاز بيتحط في الرف اللي في النص، فرن سخن على درجة حرارة 180. بصوا الجمال، ما خدتش اي وقت. طبعا بتقدم مع مخلل وكاتشب واي خضار عندك. انا كان عندي خيار وقتها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم. يا ريت كده، اتمنى منكم تعملوا لي سبسكرايب للقناة، وتعملوا لي لايك وكومنت حلو قوي منكم ودعوة حلوة منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.